اهلا بيكم على قناة البورصات. النهاردة يا جماعة انا مش عايزكم تقعدوا تسمعوا للناس اللي على السوشيال ميديا اللي بيقعدوا يعقدوا الامور ويحسسوك ان التريدنج ده روكيت ساينس او خيال علمي، ويقعد يستخدم لك مصطلحات ومن فوق ومن تحت ويقعدوا يستخدموا حاجات فعلا تعقد الموضوع، مع ان الموضوع سهل جدا. الموضوع سهل جدا ليه؟ انا بقول الموضوع سهل جدا لان انت خلي بالك السوق ده اللي قدامكم ده ما بيحترمش اصلا اي مصطلحات. يعني ايه دي مصطلحات؟ زي ما انت عايز اقعد بقى قول لي كذا وكذا وكومبليكيت الدنيا زي ما انت عايز، بس في الاول وفي الاخر السوق ده بيحترم الناس اللي بتبقى فاهمه الترند بتاع الماركت ازاي والدخلات والخراجات ازاي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما افتح النهارده شورت زي اليورو ين، اليورو ين انا فاتح الشورت بتاعه عشان اوريك ان الماركت معلومتين بس كافيين انك تخليك فعلا تتريد وتطلع بنتائج فعلا محترمه. المعلومتين اللي هم عايزين من غير بقى تعقيد امور ومن غير بقى ما اخش في مصطلحات لان المصطلحات دي ناس كتير بتقعد تقولها ويقعدوا يعقدوا الناس منها، يحسسك ان التريدنج ده انت بتعمل روكيت ساينس يعني. المعلومتين بكل بساطة اللي انت بتشوف الفجوات السعرية او الفير فاليو جاب وتشوف الليكويديتي. انت لو فهمت بس التو كونسبتس دول او المبدئين دول في التريدنج، اعتقد ان انت حياتك هتتغير 180 درجة. وانا هنا هوريكم مثال اقصد ايه بالموضوع ده. يعني انا دلوقتي لما افتح اليورو ين على الوان اور الشارت بتاعي، انا كل اللي عايز اشوفه الفجوات السعرية فين والليكويديتي فين. يعني ايه؟ يعني انا هفتح دلوقتي اهو واوريكم فجوه سعريه ده على الوان اور. يعني انا برضو ايه حاطط على ايه مش هاي قوي تايم فريم، بس عايز اوريكم ان انت بس بمجرد اللي انت عرفت ده انت بقيت تمام. ادي فجوه سعريه يعني تمام. بص البرايس بينزل عند الفير فاليو جاب ويروح عامل ايه؟ هانت ليكويديتي، الليكويديتي اللي فوق هنا. الاكزامبل ده او المثال ده اسهل طريق ممكن تعمل منه فلوس في التريدنج من غير بقى تعقيد، ومن غير ما نقعد نحط مصطلحات، ومن غير ما نقعد نحط اكسبريشنز تعقد الناس وتحسسهم ان ده حاجة يعني بره الصندوق. اللي انا عايز اقوله من الاخر ان المعلومتين دول تعال نقيسهم بقى على الشرط كله ونشوف فعلا المعلومات دي قيمة ولا ملهاش لازمة. يعني ايه؟ انا شلت، انا وريتك اهو. يعني احنا دلوقتي في اب ترند او احنا طالعين، البرايس نزل عمل عند الفير فاليو جاب اعادة تسعير وبيطلع بعد ما يعمل اعادة تسعير هدفه ايه؟ يهانت ليكويديتي. بس هو مش عايز اكتر من كده. لو انت مشيت بس بالتو كونسبتس دول في التريدنج بتاعك، اعتقد يعني انت الدنيا هتبقى مختلفة تماما مع اي حد. طيب خلينا ناخد مثال تاني. مثال تاني هنا فير فاليو جاب اهي مع اوردر بلوك. ادي الاوردر بلوك اهو وادي الفير فاليو جاب بتاعته اهي. برايس طلع هاي هانت انتي ليكويديتي. بص حتى لما ما خدش قرار ان هو يطلع للاخر، عمل ايه؟ طلع لف، طلع هانت السيوله اللي هنا وراح نزل تاني عمل تصحيح تاني عند الفير فاليو جاب تاني. بص فير فاليو جاب تانية هنا اهي على الون اور. بص البرايس عمل شيل دي عشان بس الناس متلخبطش. بص البرايس عمل ايه؟ عمل هانت للليكويديتي، نزل عمل تسعير للفير فاليو جاب اهي قدامكم اهي. فير فاليو جاب واضحه وصريحه اهي اهو. وراح عمل ايه؟ راح عمل هانت للسيوله اللي فوق هنا. فشايفين ان المعلومتين دول او التو كونسبت دول ممكن ازاي يغيروا حياتك ونظرتك للشارت ويخلوك تعمل فلوس بدل ما تقعد تسمع لناس يقعدوا يدوك اكسبريشنز وحوارات وافلام ومسلسلات وما تفهمش منها حاجه وفي الاخر تخش وتخسر فلوسك وتعيط وتقعد تقول التريدنج مش شغال وده نصب ومش نصب والكلام ده اللي انا بقعد اسمعه واشوفه على السوشيال ميديا. يعني هل لما تماستر حاجه زي كده وتبقى فعلا شايف كل حاجه وبتعمل باك تيستنج للشورت بتاعك مره واثنين وثلاثه تشوف الدخلات دي فعلا فاليد ولا مش فاليد؟ هل الكلام ده صعب؟ هل الكلام ده مش متحقق؟ هل في ناس ما بتعملش من الكلام ده فلوس؟ دي اسئله بتهيالي يعني لازم تفكروا فيها ولازم تجاوبوا عليها، ولازم ترجع للشورت بتاعك وتشوف الكونسبت ده او التو كونسبتس دول فعلا شغالين معاك وفعلا فاليد والناس فعلا بتعمل منهم فلوس ولا لا. ده فيديو قصير بس علشان انا كنت متغاظ من الناس اللي بتعمل بتاع على السوشيال ميديا اللي بتقعد تدي بس اكسبريشن. عايز اقول لك ان التو كونسبت دول فير فاليو جاب على ليكويديتي، لو انت بس عرفت تماستر التو كونسبت دول انت مش محتاج اي حاجه تاني. اشتغل على دول هتطلع فلوس. اللي محتاج اي حاجه يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.